بسبب اختي الاكبر مني تدمرت حياتي بالكامل. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ ان شاء الله الكل بخير. شباب تنسوا بالاضافه واللايك والانستغرام ما تحت عندكم هنا، اتمنى تطبون تضيفوني وصلوا على النبي. وخلينا نبدا تفاصيل القصه. انا اسمي معصومه من احدى محافظات العراق، واختي الاكبر مني اسمها ملاك. اني اداوم صف ثالث متوسط، واختي صف خامس علمي. انا كنت طبعا جدا احب الدراسه ومتولع بيها الى درجه ما تنوصف، وكانت جدا متميزه بحيث الاول والثاني انا طالع من عند ضعفان. يوم من الايام اجى عمي للبيت وقعد يم ابوي. اني كاي خطار يجي بيتنا لازم اقدم له في شيء ضيافه كمي عصير شاي، وانا رحت جبت مي واجيت سمعت عمي يقول لابويا لازم بناتك يعوفن الدوام. انا هنا تسترت وتخبلت، ليش؟ شنو السبب؟ انا دراستي احبها، انا دراستي اريدها، واصلا هو عمي كان من النوع المصلحجي، يعني عنده مصلحه يمنا يجي، عنده مصلحه يم